عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامج يتكلم عن رمضان بين الماضي والحاضر، ولقاءات مع آبائنا وأجدادنا اللي عاصروا رمضان قديما وحديثا، الفرق بين رمضان الحين يعني في الوقت الحاضر ورمضان في الماضي. أهلا وسهلا بكم. ومعنا اليوم الوالد مصبح بن سالم بن كايد الجلبوبي، أحد الذين عاصروا رمضان في فترات الصيف اللي نسميه طبعا بالعامية القيض وفترات الشتاء. الوالد مصبح، نعم، نرحب بك. حياكم الله. وكيف الحال؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شهر رمضان نعم، يعاد عليك إن شاء الله سنين وسنين إن شاء الله. علينا وعليكم خير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. حي الله، مرحبا. بس بغينا تكلمنا عن رمضان. نعم، رمضان أول ورمضان الحين، طبعا في فرق وايد بين رمضان أول ورمضان الحين. وايد فرق الحمد لله، بعد نفس الطريقة وايد فرق. إيش الفرق؟ فرق وايد. الحين الدنيا الحمد لله على قول واحد بخير، بغرفة وأشياء وسيارات وغير. أول مريض على قول واحد يسمى مرضه يعالج واحد وسم ولا دواء يومي ولا سنوس ولا شيء يعطيه شوي وثار تحب كرامة الله. والحين الحمد لله أطباء وغيره، وهكذا الأمور الحمد لله نشطة هكذا. كم كان عمرك لما بديت تصوم؟ مسافر بديت تصوم كم كان عمرك حوالي؟ والله على قول واحد أول في البهالة صراحة يهالة. أيوة. ما الحين اللي هناك على قول واحد صائم تقريبا 20 18 19 سنة كذي. ما شاء الله. ما كنت في عمان؟ في عمان لما بديت تصوم؟ واسافر اروح البحرين وارجع، اروح وارجع هكذا. لكن الحمد لله. بالنسبة نعم، وقت الفطور، ايش كان مثلا في وقت الفطور؟ ايش الاشياء، ايش الاكل اللي كان موجود معكم؟ طبعا يختلف اختلاف كبير عن الحين. الحمد لله على كرامة الله بس. ولا شيء بالطيخة احنا في الطويال يسوونها، يابا لها الشرب وحده بالطيخة ويقاسموها جنب واحد. وتقاسمها يمكن 3 4 بيوت تقاسموها. الطيخة أو فيها وتقاسموها. ويمكن يكون ذاك اليوم يوم البطيخة، يمكن يكون يوم عيد عاد معهم انما يجيبوا بطيخة. بطيخة عاد بطيخة. لكن الفطور الرئيسي كان رئيسي ما شيء رئيسي الفطور صح وماء والحمد لله. هذا الفطور. وفي الليل على قول واحد سحور. بس ايش كان السحور؟ عيش وبرية وسمك. عيش وبرية. الحمد لله، نعمة صراحة. لكن الناس كانت قانعة بهالشيء. بعد العيش ما شيء، بعد العيش واحد انحمر يطبخونه من العصر وينضف الليل. ما شاء الله. عيش ما جايبان اول ولا الحين ما يبون ب20 لا يبغى 30. الحين صار شيء وايد. اليوم ما شيء. هذا قالوا تمر هذه مال المسجد هذا غاوي. اول كل شيء غاوي كان. دقات قال غاوي الجوع كافر هكذا. والحمد لله الامور خبرك. على قول الرجال الشيخ سعيد صالح يقول ماشي اولاد ما يجيبون اولاد، ما يجيبون اولاد. الرجال ما يجيب حرمته جوعان من الجوع يعني. من الجوع ويجي وياجر من الصبح، يجر من الظهر يلين اذان العشاء يجر. روح في الليل الساعة 3 من الليل قال ثور اكل من يورثار يجروا. بدأ مرة ثانية. ثور يجر ويجر من الساعة 3 لين طلعت الشمس. طلعت الشمس خلصت شوي قالوا لي يلا سوى غبار بعد ثور. سوى غبار وصار يلقط حطب الغبار وغبر. خلص ضحى عطوه سحة في جينه. هذا هيك السحة وكذا يفلح الرجل بالجوع. كل هذه شوف هيك الايجار ماله. هاك الايجار وقرش ترى شهر ويعطيها يوم يخلص الشهر قبل القرش بعد يعطيها. يوم يخلص الشهر. من تصلون صلاة المغرب؟ من صلاة المغرب. في ايام رمضان صليتوا صلاة المغرب؟ صلاة المغرب. طبعا تلفزيون ما في. ما في تلفزيون. تلفزيون ما مثل الحين من خلصوا صلاة المغرب يسووا على التلفزيون. ما تلفزيون ما تلفزيون. ايش سويتوا بعد ما صليتوا صلاة المغرب؟ وش تسوون؟ نسوي
بيتك انت وبيتنا، بس دقت عقفه وشويه ماء حار بس هاي. ورحت تصلون تراويح. رحت اصلي التراويح. الساعة كم كنتوا تصلون؟ هل مثلا في وقت والله اي ما وقت؟ شيء وقت ساعه ما شيء ترى، بس الشياب يوقتون شويه على النجوم، على شيء مثلا يوقتون، يقولون خلاص غايه الصلاه. من كان يصلي بكم هنا في الصبيح او في المسجد اللي كنتوا انتم تصلون فيه؟ يصلي بالواجبين. ما في كان معكم مثلا حسب ما يسمونه اول معلم، ماشي معلم معكم هو اللي يقرأ القرآن، هو اللي يعلم القرآن، هو اللي معلم القري ترى هني شويه. ايوه القري. من اسمه؟ معلم علي بن سعيد. علي بن سعيد القويطي. وفي بعد قلت لي واحد شرياني على ما اعتقد. شرياني ما اعرف اسمه، سالم سعيد اظن شرياني. هو اللي علمك؟ هو اللي علمك القرآن؟ اللي تعلمت انا معاه، تعلمت شوي انا الحمد لله. كان شيء ضرب؟ ما شاء ضرب، انا اسوي لي زفنه مال زور. ايوه. اخليه في ظهري، يوم يدقني قالوا له مصبح مسوي زفنه ترى في ظهره، قال قبضوا ويلتوني انا مني من صبيح خلت الى البحر. ما شاء الله. البحر ركض وركض نسيت ادور عبريه في البحر. من كان يوعيكم للسحور؟ السحور. هذا واحد منهم يجي قبل ترى، هذا من نسيت ابو طناف، قبل طناف بعد غير طناف نحن واحين. طناف الياقوت. قبل طناف نوب نسيناه ترى، نسيته والله، ولا واجين ترى. نفس الشيء كان طبل نفس الطريقه. تعرف يعني بالضبط الساعة كم؟ ما تعرفون الساعة كم يعني مع 3:30 كذي. مع 3:30 تقريبا السحور. هاي وقتين العرب على النيوم، نجم يكون يعرفونه هين شياب، بل احنا صار ذاك الوقت في تلك الفترة. إذا كان رمضان أول معكم صعب. بس وكله صعب قبل رمضان، لكن كله صعب. بس على ما أعتقد كنت أول أكثر متجمعين. أول الناس أكثر متجمعة مع بعض. قانعين ومتجمعين 3 قلبهم واحد يمكن. 10 أنفار راح يدهم 10، عندهم أولاد 8 والرأي والحرمة 10. خيمة دكي زور كلهم هاي 10 يرقدون داخل الخيمة. يوم السواسيل فيهم معهم عنزين، دخلوهم داخل تكرم دياي داخل الدكي ذيك، وعايشين الحمد لله، ما شيء مرض كبير. وقت العصر نحن يعني يمكن مر علينا واحين على هذه الوقت يمكن. نعم. وقت العصر كان يتجمعون في العرصة. ايوه شفت العرصة؟ ايوه. اللي حذكر عليه. وإيش يسوون كان في العرصة؟ نسوي حد يشتري نبات، حد يشتري جد، حد يشتري سمك، حد يشتري دنجو. هذه غير بس دنجو البيع. يعني مثل ما تقول السوق مالكم كان العرصة اللي في الصبيح. هذه العرصة هي سوقني، كل العمايم هني، العمايم ما شاء الله هناك تجمع العرصة. مثل ما يقولوا ان الفقير والهنجري كلهم هناك. كله هني بس لما تبى الدورة لازم في مكان، مش العرصة بيجلس هناك تلقاه هناك. وهذا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والحين تدور لك واحد يخطف معك يشرب ماء حار، يضحكون علي الجماعة، اقول لهم خلاص ترى الماء حار، هذا من ليش شيء يجيك. زين بايش توصي الشباب الحين؟ وصاتك لهم نعم. عشان يكونون مع بعض، بايش توصيهم؟ وخصوصا مثلا في ايام رمضان الحين. نعم. ايش لازم مثلا، ايش الاشياء اللي المفروض يسوون؟ لان الحين نشوف الشباب يعني يا نايمين يا في السياره يا في السوق في رمضان. ايش نسوي؟ بايش توصيهم انت؟ اوصيهم لو وصات يعني اوصيهم. ايوه. يمشون اليتيم. ايوه. يمشون في اليتيم لين وقت محدود ويطلع خايف الويبه، ترى هو كان موجود من خلصت الويبه طلع. بس هذا وصات يعني. في الختام لا يسعنا الا ان نشكر الوالد مصبح بن سالم الجلبوبي لإتاحته لنا هذا الوقت لإجراء هذا الحوار الشيق معه، وجزاه الله خير الجزاء وأطال الله في عمره إن شاء الله.